السلام عليكم. هالقصة هذه حدثت في مصر لشخصين سعوديين كانوا نازلين مصر سياحة، ونشرت عنها صحيفة البلد المصرية. لا يجيني مصري يقول والله كلامك مو صحيح وما أعرف إيش. شوف الصحيفة، أخذ لها سكرين للشاشة وحاطه في بداية المقطع. اقرأ زين وفتح عيونك، وإذا ما أنت قادر يعني تفتح عيونك في مقطع الفيديو، خش من جوجل واكتب القصة وتطلع لك. المهم، انتحلوا صفات ضباط وسرقوا سعودي وسط القاهرة. سالفة صارت في حي اسمه حي العجوزة بالقاهرة، وراح ضحيتها سعودي ومع خويه، يعني انسرق اللي معهم كله. جايين يتمشون وينبسطون وعلى قد مقدرتهم، وما كانوا يدرون ان النية الزينة بعض الأحيان تورطك مع ناس ما تخاف الله. القصة تبدأ يوم وصلها الشباب السعوديين 2 للقاهرة، وحجزوا لهم شقة مفروشة فخمة في حي اسمه حي العجوز أو العجوزة، ماني عارف. المهم، يقولوا إنه حي يعني لا بأس فيه، وكل من يمر يعني يمدحه. لكن اللي ما كانوا يدرون عنه إن في عيون تراقبهم من أول ما ركبوا من المطار. العيون اللي كانت ترصدهم خادمة مصرية كانت تشتغل فترة قصيرة عند أحد الجيران في نفس العمارة، وشافت إن الشباب هذولا السعوديين كل يوم يطلعون ويرجعون، ومحهم كراتين ومشتريات، وباين عليهم صرف الفلوس بشكل واضح. فراحت الخادمة هذه تكلم ولدها اللي هو أصلا له سوابق، وتقول له في صيد ثمين، سعوديين معهم فلوس ساكنين فوق، يمديك تاخذهم غنيمة وتختفي. المهم، الولد صدق أمه، لكن ما اشتغل لحاله. شوف ركزوا، جمع له 2 من ربعه البلطجية، ومعهم 1 خبير في النصب والانتحال وكذا. المهم، وهذا الأخير اللي ياخذ دايم صفة الانتحال، دايم يتقمص شخصية الضباط، مع مرض اسمه مرض الضباط، يعني يحب يتقمص الشخصية هذه، يعني عنده خبرة إجرامية مو بسيطة. المهم، يوم التخطيط والكمين خططوا هذا الثيران خطة جهنمية، وجابوا لهم بدل، تعرفون البدل بيض حقت ضباط الشرطة المصرية، ما تجي بيض لونها أبيض كأنها مثل بدال البحرية، ولبسوها وخذوا أجهزة لاسلكي كأنهم طالعين من مركز شرطة حقيقي. المهم، راح فوق شقة الشباب السعوديين ذولا ودق الباب بكل ثقة. واحد منهم قال: احنا من مباحث الآداب، بلغونا ان في بلاغ ضدكم، نحتاج نيجي نفتش المكان ونتأكد من الوضع. يعني مباحث الآداب حقت اللي يعني شغل فيها آداب بنات وما أعرف إيش. المهم، السعوديين نظيفين ما عندهم شيء. السعوديين بحسن نيتهم فتحوا الباب، ولهم يدرون إنهم داخلين في فخ ما يرحم. أول ما دخلوا المجرمين سكروا الباب. واحد منهم حط يده على مسدس، والمسدس هذا طبعا مزيف لكن شكله مرعب. والثاني قام يفتش الشباب وفتش الشقة، والثالث صار يحوس بالأغراض. المهم، لحظة السطو المجرمين ذولا سرقوا التالي، ركز، يعني تقريبا حدود 20,000 أو أكثر منها بشوي جنيه مصري، هاتفين آيفون. بالإضافة الآيفون الثالث ما انتبهوا له، كان على الكنب وما انتبهوا له، سبحان الله، لأنه الكنب أسود والآيفون أسود، فما انتبهوا له من كثر ما هم مربوشين ويبغون يطلعون. المهم، هواتف آيفون 2 والمبلغ أكبر من 20,000 بشوية يعني، وجوازات السفر عشان يربكونهم سرقوها برضو، بطاقات البنكية وحاجات شخصية ثمينة مثل ساعات وعطورات غالية شارينها. وقالوا لهم بكل بجاحة: بتجونا المركز بعد شوي، خلونا نروح وانتو خليكم في الشقة، خلونا نروح نراجع التقرير ونجي ناخذ أقوالكم. المهم، السعوديين صدقوا،
وطلعوا من الشقة بهدوء كأنهم فعلا ضباط ولا أحد شك فيهم. الصدمة، السعوديين جلسوا ينتظرون وتمر ساعة أو ساعة ونص ولا أحد جاء، فصاروا يشكون. فتحوا جوالهم اللي معهم الثالث ذا اللي كان على الكنب، تمام، واتصلوا بالسفارة، ومن هناك انصدموا ان ما في اي امر قبض عليهم او تفتيش رسمي. طبعا بلغوا الشرطة على طول، اتصل الشرطة المصرية وجت المباحث، وبعد البحث والتفريغ تبين التالي: الخادمة هي العقل المدبر، ولدها هو اللي نفذ الهجوم مع 2 من اخوياه المصريين، كلهم عندهم سوابق في قضايا سرقة وانتحال صفة، وما كانوا يستقصدون إلا السعوديين والخليجيين. وأحدهم سبق وانتحل صفة رجل أمن في حادثة ثانية وصدر عليه حكم، لكنه شرد على قولتهم. لحظة القبض، تم القبض على العصابة خلال 72 ساعة فقط، واعترفوا بكل شيء بالتفصيل، وتم استرجاع بعض المسروقات مثل الجوازات والهاتفين الآيفون. أما الفلوس ما عليهم العوض، طارت، يقول صرفوها من أول ليلة. المهم، والمحكمة حكمت عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية وتعويض للمتضررين. العبرة، السعوديين كانوا على حسن نية، لكن ما حسب حساب إن في ناس تستغل طيبتك، ولا كل من لبس بدلة شرطه وفعلا من الأمن. القصة هذه صارت عبرة في السفارة، وصارت تذكر في الاجتماعات الأمنية كتحذير للسياح الخليجيين في مصر: لا تفتح الباب لأي أحد، وحتى لو قال لك إنه شرطي لازم تشوف إثبات رسمي وتتصل على القسم تتأكد. ختام القصة يا جماعة، انتهت سالفة الضباط المزورين وبقيت العبرة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والله يسعدنا ويسعدكم.